السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم وصفتين بنص كيلو سجق، صينية الجلاش بالسجق وورقة السجق. المقادير: نص كيلو سجق، فلفل ألوان، جبنة موتزاريلا، زيتون أخضر مقطع، شوية بهارات، ورقة لفة جلاش. وهنبدأ نعمل في المكونات. بس قبل أي حاجة هناخد كام قطعة سجق نحطهم في حلة صغيرة كده على النار بشوية مية صغيرين يشربوا ميتهم، يعني أكننا بنسلقهم عشان نعمل بيهم صينية الجلاش. نحطهم على النار ونرجع نعمل ورقة السجق. هنجيب ورقة فويل نفردها ونحط فيها السجق اللي موجود عندك، باقي السجق. على فكرة أنا نسيت في المكونات بصلاية مقطعة جوانح أو جوليان. احنا هنضيف دلوقتي اهو الفلفل الألوان، وهجيب البصلاية اهي هحطها. يبقى احنا هنا ضفنا السجق والفلفل الألوان والبصلاية، ونحط بقى كمان عليهم التوابل. هو طبعا السجق مبهر، بس انا حاطه شويه التوابل، شويه التوابل دول ملح وفلفل وبهارات وكبابه وجنزبيل، علشان خاطر بس نطعم الخضار ده، عشان الخضار ما ياخدش التوابل والبهارات اللي جوه السجق، ويبقى السجق من غير اي توابل. هنقلبهم بقى تقليبه حلوه كده، ونقفل عليهم الورقه، نقفلها كويس جدا الورقه الفويل، ونجيب صينيه صغيره كده ونحط فيها نص كوبايه ميه في الصينيه، وندخلها ونحط فيها الورقه، وندخلها على فرن حامي. وبعدين نكشف عليها بعد نص ساعه، هنلاقيها استوت وهنشوفها دلوقتي مع بعض. تعالوا بقى على ما يستوي السجق نعمل الرقاق. اهو السجق اهو خلص واستوى وقطعته. نبدأ نعمل بقى صينية الرقاق. ندهن صينية بالسمنة، وناخد بقى جلاش سوري، ناخد واحدة جلاش. كل ورقة جلاش عليها فرشة سمنة، لحد ما خلصنا اهو نص كمية الجلاش. وبعدين نبدأ بقى نرص المكونات اللي عندنا. ناخد الفلفل الألوان نرصه، دي بتبقى صينية جلاش خفيفة كده ولطيفة وما فيهاش حاجات كتير، يعني حتى نسبة السجق اللي فيها قليلة جدا. نحط السجق، وبعدين نجيب الزيتون اللي احنا مقطعينه، سواء كان اخضر او اسود، الموجود والمتاح. ونجيب بقى شوية الجبنة الموتزاريلا. عندك شريحتين جبنة رومي، قطعيهم كده، فتفتيهم وحطيهم بالطعم الحاجات دي، لان الجبنة الموتزاريلا طبعا ملهاش طعم، فالجبنة الرومي بتديها طعم حلو. هنخلص بقى كمية الحاجات اللي عندنا. نجيب بقى شريحتين الجبنة الرومي، نحطهم بس كده تطعيمة بس الجبنة الموتزاريلا اللي قدامنا دي. اللي مش عايز جبنة رومي مش بيحبها مش لازم يعني. وبعدين نكمل بقية كمية الجلاش، نفرد وفرشة سمنة وهكذا.
كل رق فرشة سمنة عشان يبقى مورق كده وحلو. نجيب طبقة تانية وهكذا لحد ما تخلص الكمية كلها. خلصنا اهو كمية الجلاش كلها. نقطعها بقى. ننضف الاول الجوانب بتاعه الصاج عشان خاطر لما تدخل الفرن ما تتحرقش وتتعبنا بقى في التنظيف. نقطعها بقى الطريقه اللي انت عايزاها، حباها مربعات، حباها بزاويه، اللي يعجبك قطعي بيه. ادي كده قطعناها. هنكون بقى مجهزين كوبايه لبن عليها بيضايه. الاول هندهن الوش بالفرشه كده بالسمنه كله، وبعدين نجهز بقى كوبايه لبن ونرب فيها بيضايه وحبه ملح وحبه فلفل، ونشرب بقى بيها الصاج كله، وبعدين ندخلها على الفرن. بس لازم الوش كله يتشرب بالسمنه عشان يبقى لونه كويس يعني. ادي اللبن والبيض وملح والفلفل، ونشربه كويس منه قوي، وندخله بقى على فرن يكون حامي يستوي. وادينا طلعناه. ورقة السجق اهي خلصت وبقت جوسي كده وليها صوص رهيب اهي. في النهاية اهو شكلها يفتح النفس، والجلاش طالع الجبنة دايبة فيه جوه، وطعم وريحة ما شاء الله جميلة جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة.